حابب أحكي للي بيستنوا يوم عرفة عشان يصوموا في هذا اليوم المبارك، لأنه بكفر السنة الماضية والسنة الباقية. لا يا حبيبي، بس صيام يوم عرفة ما بكفر عن المظالم، لأنه رسولنا الحبيب وقف في يوم النحر وقال: إن دماءكم عليكم حرام، وأموالكم عليكم حرام، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا. يعني اللي بياكل حق أخته في الميراث، واللي بيظلم العامل اللي بيشغله وما بيديه حقه، واللي بيظلم زوجته في حياتها، واللي بياكل حق أخوه، واللي شغالة في أذية الناس بالسحر، واللي بيسرق، واللي بينهب، فأنتوا بتيجوا على اليوم هذا وبتصوموه. فأنا ما إنه بحرض الناس ما تصوموش، لا صوموا، بالعكس هو يوم مبارك، بس اعقل عن اللي بتعمله. يا ريت بعد اليوم هذا تقول والله بدي ارجع حق ميراث اختي، بدي الراجل هذا اللي اذيته بدي اروح استسمحه. يعني احنا مش شيوخ، بس هذا متعارف فيه في الحياة، وربنا بحاسب اكتر اشي على ظلمك للناس وظلمك لأي شخص انت بديت له بأذية وهو مش راضي عنها، وهو بتحسب عليك وانت ولا على بالك. على ايش كله هذا؟ على ايش؟ ربنا اكتر اشي بدور عليها انك ترد الحق لصاحبه، مش انك تروح تصلي في الصدر الاول في الجامع وانت ظالم اغلب الناس اللي حواليك. الصلاة بس مش صلاة انك تصلي، في توابع للصلاة. وانا ماشي في طريقي لشغلي الاقي اراضي شاسعة، يعني متوصل ل10 دلوم. يعني بسأل الجيران الأراضي هذه وإلها يمكن أكثر من 30 سنة، بيقول لك خلاف على الورث بين خواتهم. طب 30 سنة إلكم مختلفين على هذه الأرض اللي فيها يمكن أكثر من 10 دلوم؟ لو رحت للشرع والدين كان كل واحد استفاد. لليوم أصلا أنتم ما استفدتوش، ويمكن أولادكم هم اللي يستفيدوا. يعني أنتم بتموتوا في الضيق وبتموتوا في الحياة الصعبة والضنكة عشان خلاف. ارجع للقرآن وبس، انت وكل امرك لله. ليش مكبرين الدنيا؟ وان شاء الله هذا الفيديو يصل لكل واحد عنده غصة لاخوه المسلم، وان شاء الله حابب يصلحها. وبعد هذا اليوم قسما بالله ما بنفعك لا مال ولا بنون، وانا زلمة مش شيخ. بس اياكم ظلم الناس، وكل الحب والاحترام لا كل الناس المتفاهمة، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وعيدكم مبارك. تحيات أخوكم علاء أبو جود.